فرانسيسكو ريبانيدا، مهندس معماري زومل، بس هو عايش في اسبانيا. بعد ما حصلت حرب الأهلية في اسبانيا سافر من اسبانيا لفرنسا مع والدته، وابتدى يهتم بالازياء والموضة، وبقى من اهم وافضل ديزاينر الازياء الموجودين في فرنسا. وكانوا بيدلعوه بقى يقولوا له يا باكو. ف باكو اللي هو باكو رابان. باكو رابان عمل حاجات كتير طفرات، وبالنسبة لنا احنا كلنا الإصدارات بتاعت 1 مليون بإصداراتها اللي حققت نجاح باهر وحققت مبيعات كويسة جدا في الشركة. فقرروا إن هم يعملوا حاجة للشباب، وحاجة كده تكون شبابي وفريش، وتكون حاجة كده ملفتة برضو زي ما هم كانوا عاملين سبيكة دهب كده شيك. فقرروا يعملوا الفانتوم الصغير ده، الروبوت اللي بالشكل ده، الازاز على شكل روبوت بتحسسك. هي هم عاملينها كانها كونكتد بوتل اللي هي بتوصلها بالان اف سي، فيبتدي ان انت تكونكت على الاغاني والميوزك اللي هي موجوده فيها. فانتم مع اول رشه منها انت بتشم ريحه الليمون الحلو، اللي معاه اللافندر، اللي بيديك احساس فريش قوي، وفانيليا، الفانيليا الودي اللي هي بتديك تقل سنه كده، وحتى اللافندر بتاعها كريمي. فتلاقي ان الميكس ده عامل ميكس فريش جدا، ينفع قوي نهاري الصبح، ينفع في خروجه صباحيه، ينفع في خروجه لايت كده، ينفع في وانا رايح اعمل رياضه، الحاجات اللي هي ليها علاقه ان انت عايز تبقى فريش، لان الليمون بيديلك احساس ان انت فريش قوي قوي. الثبات بتاعها، الفوحان بتاعها الاول بيبقى على مدد ذراع كده، يعني لو انت مثلا بعيد عنك حد حاططها على بعد ذراع انت مش هتشممها كويس. الثبات بتاعها كويس جدا على الهدوم وكويس على الجلد. انا عايزك تجرب الازازه دي برضو وتقولي رايك فيها. شكرا.